أولا جولتنا اليوم مع اتحاد البلديات المتن الأعلى، مع البلديات، مع الرفاق في وكالة داخلية المتن، مع مؤسسة الفرح، مع وزارة الشؤون الاجتماعية. جولة مهمة لنشوف الواقع الميداني. سيزداد حجم النزوح أكثر نتيجة التهديدات ونتيجة توسع العدوان. المهم أن نستوعب هذا الواقع الجديد، واليوم من خلالكم الدعوة إلى كل مؤسسات الدولة المعنية لمضاعفة الجهود، ومن خلالها لكل الدول الصديقة للبنان. وبنتهز المناسبة لوجه تحية شكر خاصة لدولة قطر الشقيقة التي أعلنت بالأمس عن تقديم حوالي 40,000 حصة غذائية، وللدولة الفرنسية اللي وصلت أولى مساعداتها. دولة قطر والدول العربية يتعرضون للاعتداء من جارهم من إيران، ولكن هم يبقى الهم الإنساني، التضامن الإنساني، التضامن مع الشعب اللبناني بكل مكوناته. قاموا بإرسال المساعدات، هذا موقف نبيل، هذا موقف مشكور ومقدر لهم، وكل الدول العربية ستقوم بدورها عندما تسمح الظروف. المهم بجولتنا أكدنا على استضافة هذا الشعب الجنوبي وأبناء الضاحية وأبناء البقاع الذين سلخوا عن أرض بقرار قاهر ليس قرار. هم جزء من الشعب اللبناني. نتصرف من منطلق إنساني، من منطلق أخلاقي، من منطلق وطني فوق الفوارق السياسية، وندعو الجميع للحفاظ على خصوصية مراكز الإيواء، على خصوصية القرى. فقط هذه المراكز لإيواء النازحين الذين هجروا قسرا، ودعوتنا للجميع أن تبقى هذه المراكز مراكز إيواء للنازحين فقط، وأن لا يدخل أي إنسان خارج إطار النزوح. وأي حدا يريد أن يقدم مساعدات يستطيع من خلال الدولة، من خلال المحافظين، من خلال قائم مقامين، من خلال اتحاد بلديات المناطق، ومن خلال البلديات فقط لا غير. وبدي أرجع أكد مرحلة طويلة وصعبة نعبرها بالصبر وبالتعاون وبالتضامن. وشكرا.